بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب. اللهم صل على النبي. صحيت كده بقى من النوم، فطرنا وشربنا الشاي وطلعت عند الطيور بتاعتي. الله يسامحها، البطه كانت بايضه ونايمه على البيض بتاعها، وفي جنب كده يعني في قماشه كده بتاعت اللي هي بتاعت الفراشه ديت، ودخلت فيها البطه ونامت، وانا فكرت هي ضاعت. صبحت الصبح لقيتها مطلعه لي بطتين صغننين كده. ف... وبقيت البيض بايظ والله. وانا لا كنت اعرف ان هي بيضة، ولا كنت اعرف ان هي نايمة، ومفكرة ان هي طارت وضاعت وخلاص على كده. سمعت صوصوة الصبح وانا على السطح، طلعت لقيت بطتين اللي طالعين والباقي كله بايظ. قلت يلا خير، مش مشكلة. خدت الشر وراحت، البيض اللي طلع بايظ ده خد الشر وراح الحمد لله. حطيتهم بقى كده في البوكسة وسبتهم بقى، ما نشوف نجيب عليهم بقى بطتين عشان يربوا بعض كده ولا حاجة. ونزلت بقى شغلت على الغسالة، كان عندي شويه غسيل كده بقى، حطيتهم جو بس، يعني هم جواه دورين اتنين. يعني حطيت الابيض والفوط والفواتح مره، وشويه الغوامق حطيتهم مره، وخلاص على كده. طبعا رتبت بقى اوض النوم وفرشتها وضلمت الاوض وخلينا الدنيا زي الفل، وطلعت بقى على الصنة على الصنة مالي النهار. طلعت بقى على الصالة كده بقى كنستها وخليت المطبخ والحمام زي الفل والدنيا زي العسل. طيب انا بقى اتغدى ايه؟ راح الحاج جاب لنا سمك، وقال لي نضفيه بقى واقليه، اعمليه صينيه زي ما تعملي بقى. يعني انا في الوقت دوت كنت بخلص شغل الاول وغسيلي واتفض من اللي ورايا واكل طيوري والغدا دوت بقى فين لما قلنا هنتغدى. يعني كنت ناوي اعمل كشري عدس وبيض وبطاطس، اي والله. فلقيته راح جاب سمك وقال لي لا اعملي لنا سمك بقى النهارده يا تقليه. طب انا اتاخرت لسه هنضف ولسه هعمل سمك. قال اه. قلت ماشي مش هي راح. رحت بقى ايه، جبت المكان اللي انا قاعده فيه دوت، حطيت الطبليه، وهناك كرسي اهوت كده قدام الفرن والطبليه، بحط الصينيه عليها كده عليها السمك، وبقعد انضفه جنب في ثانيه، يعني ما بياخدش حاجه. نص ساعه كنت منضفاه وقايمه. قلت ما اعمله بقى صينيه. عملنا صينيه بقى وعملنا شويه رز ابيض والدنيا مشت والحمد لله. هنا بقى كنت غسلت الغسيل وطلعته كده على البلكونه لما خلصت شغل خالص. رحت بقى طالعه ايه نشره كده في الاخر، رحت ماسحه السور وماسحه الحبال ومجهزه المشابك كده. ببقى احط المشابك في ميه عشان برميها في البلكونه كده في حوض الصبة اللي هو على السور دوت، فبتلم تراب كده وبتتعفر، فببقى اغسلهم بقى. انا بقى الجو كده يا جماعه بتهيألي طره شويه كده، كل سنه وانتم طيبين. يعني انا كنت واقفه على البلكونه اللي هي اليمه التانية اللي ظهري لها دي، كان الهوا عمال يمطوح فيا والله، مش كنت عايزه اخش جو. يعني كان النهارده شويه هوا كده زي العسل، اي والله. وبعدين انا حاسه ان السنه دي كده الشتا جاي مبطر. يلا خليه يبدر، احنا استوينا من الحر والله، استوينا. احنا سحنا كده، سحنا على نار هادية. يلا الحمد لله، لازم من وجود الصيف والحر، ولازم من وجود الشتاء والبرد. فهي كده الدنيا كده، لا هتبقى الدنيا حلوة على طول ولا هتبقى الدنيا وحشة على طول. الحمد لله، ربنا يدينا ويدوك الصحة يا رب. تسلموا لي يا اعز اخوات وحبايب، واخواتي اللي بيشتركوا هدايا ودخلوا عندي جداد ونوروني وشرفوني. تسلموا لي تسلموا لي تسلموا لي والله. حبايبي بحبكم في الله، وتسلموا لي يا رب من كل شر. انا بقى كانت دول شويه الغسيل البيض كده نشرتهم، ودورت بقى على البلكونه التانية نشرت شويه الالوانات والغوامق، ودخلنا بقى شفنا ورايا ايه. طبعا يا جماعه انا بعدي كده قدام الكاميرا ليه؟ عشان ببقى حاطه التليفون على الحامل، فما فيش حد بيصورني. يعني ما فيش حد مثلا انا اقول له في الكاميرا لما اعدي وكده، لا، هو التليفون على الحامل وبفتح الكاميرا وبقوم معديه. فعشان ما حدش يعني يقول ايه بتعدي قدام الكاميرا والكاميرا مفتوحه وكده، لا، انا بعدي عشان ما فيش حد بيصورني، فحاطه التليفون على الحامل، فبضطر ان انا افتح الكاميرا واقوم معديه بقى من قدام الكاميرا كده. الصيف دوت يوم ويوم غسيل، يوم ويوم غسيل والله. ما تركنيش الغسيل، الدنيا حار والناس عايزه الغيارات على طول، والناس بتغير على طول كل دقيقه او كل شويه
ده العيال الصغيرة كل ده والله تحت الدش واقفين يبلبطوا. ياسين دوت لو وقف يعني، لو طله يستحمى في اليوم 5 6 مرات 7 مرات بيستحمى. ينزل عندنا تحت يفتح الدش ويستحمى، يطلع عندهم فوق يقعد في البانيو ويستحمى. كنت عايزة بقى اكب شوية ماء في البلكونة وامسحها وياكم، بس العربية بتاعتنا واقفة بقى تحت البلكونة، اللهم صل على النبي هتغرق مية. شوفوا بقى الهوا جميل، مش كنت عايزة اخش من على البلكونة، اي أيوة والله. كده دخلت بقى شايله الحمل وداخله هنا بقى ايه جدار ايه، كنت نقع السمك غسلته ونقعته في الدقيق وملح وليمون ودقيق وسبته بقى شويه كتار. جيت بعد كده بقى مسكته شطفته تشطيفه حلوه تاني تحت الحنفيه، وقلت اما اعمل له ايه التسبيكه بتاعته. خرطت بصلايه كبيره كده وحطيت عليها شويه زيت، خريطها عشوائي كده يعني مش ناعم ولا حاجه، وتقفي بقى كده ايه بس تدبليها يعني شويه، مش تغمقيها عشان احنا في الحر بس. وطلعت كيس الطماطم كده كان فك وياه، هو كان لسه يعني الحته ديت فكت في النار ساعه ما حطيتها على البصله، فكت على طول بس. وحطيت بقى البهارات بتاعتك اللي بتحطيها، كمون وشويه قرفه ناعمه وشويه فلفل اسود وورقتين لوري دوت لخبط في اسمه يا جماعه والله. والمهم بقى والملح بتاعك وحبه سكر كده عشان ايه حموضه الطماطم، وخلاص على كده. هترصي السمك بتاعك في التسبيكه وعليه شويه ميه بسيطين مش كتير يعني، واغليه على البوتاجاز غلوه ودخليه الفرن بقى، سواء فرن غاز. ادي البهارات اهي، قرفه ناعمه وفلفل اسود وكمون وشويه ملح وشويه سكر ورقه لوري بس كده. وبراحتك بقى، عايزه تحط شطه حط، بس احنا طبعا عشان في اطفال وكده في البيت فما بحط الشطه يعني، والكبار والله ما بحبوش الشطه برضه. شوفوا بقى الطماطم عامله عليها فلفل احمر ضرباه معاها ومسبكاه معاها لون الطماطم، بس التليفون بتاعي والله ظالمها يعني صراحه، ظالم لون الطماطم. التليفون بتاعي كمان الكاميرا بتاعته اي كلام، فظالم الطماطم والله. حاجه كده جميله جميله. هنا بقى كنت حطيت كل حاجته هو زي ما انتم شايفين، بس بغليه غلوه كده واحده على البوتاجاز بقى. تدخليه بقى فرن غاز عندك، تدخليه فرن البوتاجاز زي ما تحطيه في اي فرن عندك بقى، هو هيشتغل وهيبقى مية مية. كانت لسه هنا برضو الغسالة شغالة وهي كده على شوية بقى ايه فرش حاجة المطبخ يعني، فوط المطبخ وحبة حاجات كده، كنت لسه بقى سايباها شغالة. هنا بقى كده كنت طلعته من الفرن كده بقى، السمك كان خلص معايا اهو، طلعته من الفرن. عملنا بقى شوية رز ابيض والدنيا مشت والحمد لله. كده كنت رتبت المطبخ اهو بقول لكم، مسحته ورتبت الرخام. طلعت كيس فول كده بليته عشان ندمسه، ده هيتدمس بقى بكره وعليكم خير ولا بعد. لازم بسيبه يومين كده في الميه لان الفول ده بياخد نار كتير، فاما بابله كده يومين ولا حاجه بيجي معايا بسرعه بقى في السويه بتاعه. هنا بقى بقول لكم يعني شطبت حوض المواعين والمطبخ والبوتاجاز والدنيا راقت زي العسل. وكده يا حبايبي بقى الغدا بتاعنا اهوت. انا كنت غرفت كده عشان محمود كان عاوز يتغدى، فكنت جهزت له يعني ايه غداه. وكده بقى يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص. وما عجبكم الفيديو بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك واللايكات وتشاهدوا كل حاجه. وحبايبي بحبكم في الله، ومع الف سلام، مع الف الف سلام.